السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض شوية مخلل جزر كده، حاجة كده في منتهى الجمال، تحفة جدا جدا. وطبعا زي ما اتعودنا مع بعض عملنا مع بعض شوية مخللات كده على القناة، كلها في منتهى الجمال. ان شاء الله لو حابة ترجعي لها هتلاقيها كلها موجودة في القناة بإذن الله. عملنا مع بعض الليمون المعصفر السريع اللي تقدري ان انت تاكلي منه بعد 15 يوم بالظبط. وعملنا برضو تشكيلة مخلل لو حابة برضو ان انت تعملي تشكيلة مش كل حاجة لوحدها. وعملنا مع بعض البصل المخلل، وطبعا البصل كان اخر حاجة عاملينه مع بعض واستوى وخلاص قرب يخلص معايا كمان، فابتديت ان انا اعمل شوية جزر كده. بس يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده معايا كمية من الجزر، دول كانوا حوالي 2 كيلو ونص. عايزة تعملي اي كمية انت عايزاها اعملي، احنا مش هنتقيد بالكمية، لا احنا بنتقيد باللتر بس بتاع المية. تمام كده وزي الفل. غسلته كويس جدا جدا، وبعد كده ابتديت ان انا بالسكينه اخد الحته اللي فوق والحته اللي تحت كده، وابتديت ان انا بقى بعد كده اقشره. تمام، بتقشريه خفيف خالص، يعني مش بتشيلي قشره كبيره، حاجه بسيطه كده من على الوش. وبعد كده بتبداي ان انت تقطعي الجزر. التقطيع او السمك بتاع الجزر بيبقى على حسب رغبتك، بس احنا مش عايزين نطحن قوي ولا نرفع قوي، لان لو طحنتيه قوي هي هيغيب معاكي في السوا، ولو رفعتي قوي مش عايزينه برضو ان هو يبقى رفيع علشان خاطر ما يتهريش بسرعه. تمام كده وزي الفل. شايفين السمك؟ هو ده السمك. والسكينه دي المشرشره طبعا موجوده عندنا كلنا، لو مش موجوده تقدري ان انت تقطعيه بالسكينه العاديه خالص، لو مش حابه فيه الشرشره اللي بتبقى زي الجاهزه بالظبط. هقطع الكمية كلها. وهنا وانا بقطع عايزة اتكلم معاكم في نقطة، علشان خاطر برضو لو ما قدرتش ان انا اقولها في الفيديو واحنا شغالين. المخلل ما بنقفلش عليه ونسيبه، المخلل بتفضل ايدينا فيه لحد ما مثلا بعد حوالي اسبوع كده او 5 ايام بتبدأي ان انت تفتحي البرطمان وتقلبي في المخلل بتاعك، تشوفي هل هو محتاج ملح مش محتاج ملح. لو الجو حر عندك مثلا والبرطمان بتاعك عمل اي حاجه من فوق، تقدري ان انت تلحقيه وتحطي له شويه زيت وتنضفي الدنيا كده وتقفلي عليه تاني. بعد ما بيستوي تماما تماما بنبدا ان احنا نحطه في علبه تلاجة مغلقه، وبنحطه في التلاجة يقعد معاكي سنه. تمام كده وزي الفل. بعد كده ابتديت اجيب معلقتين كبار من حبه البركه ومعلقتين كبار من هريسه الشطه. لو مش حابه شطه خليها فلفل احمر واضربيه في الكبه وخديه بميته كده زي ما هو. انا ما كترتش في هريسه الشطه علشان ما يبقاش حراق قوي، لكن هتديله طعم حلو وفي نفس الوقت هيبقى هادي كده مش حراق قوي معانا. هبدأ بقى ان انا اقلب بايدي لحد ما الخلطه دي تغلف الجزر كله. وطبعا في الخطوه دي تشتغلي في حاجه واسعه علشان تقدري ان انت تقلبي الجزر. تمام، في الوقت ده من غير ما نحط اي حاجه خالص هتحسي بريحه كده حلوه جدا جدا. بيكون بقى البرطمان بتاعنا معانا اللي هو الناشف ومتعقم ناشف، مفيهوش ولا نقطه ميه، نضيف كده. وبتبداي ان انت ترصي الجزر بتاعك. انا البرطمان بتاعي ده بياخد بالظبط لتر ونص من الميه. بدأت بقى اجي على الوش كده حبيتين كبابة صيني وورقتين لورا صغيرين وبحطهم على وش البرطمان، وتقدري تخليهم في نص البرطمان زي ما تحبي وزي ما انت عايزة. وبعد كده بنبدأ بقى نركنه على جنب، وبنجيب المحلول الملحي بتاعنا. دول لتر ونص مية اللي هو بياخدهم البرطمان بتاعي. احنا ملناش دعوة بالكيلو او بال2 كيلو الجزر او بال3 كيلو حتى ال10 كيلو، احنا هنا على قد المية بتاعتنا. تمام. بدأت اخد حبة البركة كده والشطة اللي هي في قلب الطبق اللي انا كنت حاطة فيها الجزر وحطيتهم مع المية. تمام، لكل لتر مية 4 معالق من الملح. انا النهاردة استخدمت الملح الخشن، والملح الخشن بيحافظ شوية على المخلل. ما عندكيش مفيش اي مشكلة، حطي ملح ناعم، ساعات بستعمله وبيبقى زي الفل. والمية هنا يا تكون مفلترة يعني تكون نازلة من الفلتر، يا تكوني غلياها وسبتيها تبرد تماما تماما زي ما تكون كده بدرجة حرارة المطبخ. لازم تكون مية نضيفة معاكي برضه علشان تحافظ على المخلل اطول وقت ممكن. وجبت معلقة من السكر وحطيتها على الخليط، وابتدأت ان انا اقلب لحد ما الملح والسكر دابوا في المية. ما بحطش خل للمخلل، ما بحطلوش خل. لو عايزه تحطي له خل حطي له خل، يعني لو حابه ان انت تاكلي منه بسرعه قوي وحابه ان انت تحطي له خل حطي له، مفيش اي مشكله، مش هقولك لا. بس انا مش متعوده ان انا احط خل خالص للمخللات بتاعتي. تمام.
هبتدي بقى ان انا ازود البرطمان كله، وطلعت الميه بالظبط على قد البرطمان. هنا البرطمان ما بنملاهوش للاخر علشان خاطر المخلل هيفور معاكي وهيتفاعل مع الملح، فما ينزلش ميه معاكي. تمام. وبعد كده ابتديت ان انا اغطي الوش بشويه من الزيت، حوالي ربع كوبايه كده من الزيت، وابتدي ان انت تحطي كيس تلاجة نضيف وتقفلي كويس جدا. زي ما قلنا كل مثلا حوالي 5 ايام تفتحي البرطمان وتقلبي كده بايديكي، تلبسي جوانتي او كيس في ايديكي وتقلبي كويس جدا من فوق لتحت كده، ولو في اي حاجه في المخلل تقدري ان انت تظبطيها، وحوالي 15-20 يوم هيستوي معاكي وهيبقى زي الفل. نبدأ ان احنا نحطه في العلبة اللي احنا قلنا عليها وعلى التلاجة على طول. وكل ما بتحطيه في التلاجة كل ما بيعتق معاكي، وطعم المخلل بيبان معاكي اكتر واكتر، وبيبقى احلى من لما تكوني محتفظة بيه بره. تمام. وببدأ ان انا احطه في صينية كده، علشان زي ما قلنا لو نزل منه شوية مية ولا اي حاجة يبقى في حاجة تحتيه، ما يبقاش منه للارض على طول او منه للرخامة على طول. وان شاء الله الفترة الجاية بقى هيبقى موسم الزيتون، ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى زيتون باذن الله. وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، وبالف هنا وشفا مقدما ان شاء الله اللي هيجربها. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.